هقول لك لا انت بتتكلم على باك رايت. باك رايت احمد فتحي مش باك رايت عشان نبقى واضحين. اسلام الشاطر ولا ياسر رضوان؟ اسلام لا اسلام كان متداري يعني برضه عشان ابقى واضح معاك يعني. اسلام الشاطر انا جاي لك بس لا في فتره الاهلي. لا انا كباك رايت بقى معلش. بص يا كابتن هشام، انا كباك رايت انا بركز له كويس جدا لان انا عارف امكانيه الباك رايت ايه. طب ما انا طلعت من فتره وقلت على هاني من الاول وهاني كان بيلعب، قلت هاني لا هاني مش باك رايت الاهلي، مش ده اللي يبقى باك رايت الاهلي عشان تعرف. واحنا عندنا الكارثه. هو امكانياته كلاعب كوره امكانيات كويسه جدا، ممكن كتوظيفه للباك رايت انت مثلا شايفها مش هو، لكن هو خلي بالك كباك رايت او يعني كلاعب كوره، مش بتكلم كباك رايت، كلاعب كوره هو عنده الامكانيات انه يلعب بشكل كويس. ممكن يبقى قدام، ممكن يبقى سيرد باك زي ما انت شفته في سيرد باك برضه تألق، لكن انت بتتكلم كمحمد هاني باك رايت مش هو النادي الاهلي. لا يا كابتن، لا خالص. خد بالك هاني محظوظ يعني. انت هاني محظوظ، النادي الاهلي ما بيصبرش. ما هي دي برضو الحاجه اللي بتخليني ابقى منفعل شويه. هو انا مش مختلف ان محمد هاني جاي مع العفش واسلام الشاطر مش عارف ايه، بس تخيل اللي بيقيمهم رامي سعيد. تفتكروا بماتش انبي بتاع جون سيد عبد النعيم وهشام حنفي اللي هو الحسنه الوحيده لما كسب الزمالك 5 مع حرس الحدود، لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله. اتفضل. قلت سلفت خالد الغندورة 20,000 جنيه من 10 سنين بس وما خدتهمش منه لحد دلوقتي ولا عاوزهم ولا طلبت بيهم ولا عايز ليه. هو ما جالي في موضوع، بس عيب ان انا اقول الكلام دوت. مين اللي قال لك الكلام ده بالامان؟ بالله وحياة لا اله الا الله. كوره ما بتستخباش فيها حاجه. هو ممكن فيا حصل موقف كان طلع فيه فلوس انا ما خدتوش لحد دلوقتي ومش عايز. شايف ان هو ما وقفش جنبك؟ هو يقف جنبي، يقف جنب نفسه، يقف جنب انا ليه؟ انا بقول لك حصل يعني موقف يا مي وانا بتفرج. مي يا حبيبتي انا قاعد، بص انا قاعد في وجه انا وابني الصغير سيف بيسلم عليكي، فجايب عمرو فهيم راجل اخويا وحبيبي. لما انا رحت نادي الزمالك عمرو راح نادي الاسماعيلي هو محمد بسيوني، فقعد هو واخويا وصاحبي عمرو فهيم. فبقول له ايه ده اللي خلاني فصلت؟ بيقول له يا اخي الله يسامح انت مشيت ازاي من الزمالك؟ عمرو اللي هو كان الدوري واقف ورضا سيكا بيلعب ماتش المغرب مع منتخب مصر في المغرب، معسكر في كينيا مي شهر مع 15 يوم مع كابتن جوهري ومش عارف حاجه في مصر غير ان انت من منذ ابراهيم عثمان انت رحت نادي الزمالك. والله ما اعرف حاجه، والله العظيم ما اعرف. يعني فيديو فيه مذيعه ما اعرفش اسمها ايه مع رضا سيكا اللي هو ما شفتوش غير ماتش 6-1 ده، بيتكلم على عمرو فهيم اللي ما اعرفش مين هو ده، فهيم افندي بتاع لا لا عيش في جلباب قوي، بيتكلم على الزمالك وخد. انا اسف يا جماعه انا غلطت، انا جبت لكم الفيديو ده، انا اسف.